شوف النقطة الأخيرة والذي فيها نوع من الوقاحة يا أخي، اسمح لي أنه تقول أنت نحن نتعامل مع دول، لا نتعامل مع فصائل. خليني أمسك لك الأول. نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول. العراق لها شؤون داخلية، ما ندخلش. يعني نتفرج على إيران وهي تقتل السنة، تقتل أهل البيت، اقتلوا، تصفية وتصفيهم في اليمن مليون وراء مليون، والجزائري هناك أنا والله لا أتدخل في الشؤون الداخلية. يا سلام عليك يا روح أمك، وبعد شوية تطلع تقول لي نحن مع القضايا العادلة. يا أخي أنت في أي كوكب؟ أنت يقتلونا بالملايين، إيران تقتلنا بدعم دبلوماسي وسياسي وربما عسكري جزائري، وش تقول لي والله احنا ما نتدخلش يا أخي. طيب انقذنا. طيب يا أخي موقف أخلاقي تطلع نحن ندين الجرائم الإيرانية الصفوية في اليمن وفي العراق، يستطيع تبدون؟ ما تستطيع. وفي الآخر تقول لي والله نحن ننصر القضية العادلة. واخي اقسم لكم بالله أن فيكم وقاحة لا توجد إلا في شنقريحة، ما توجد إلا في شنقريحة يا كريم. أنا عاد أعتبرك جزائري محترم، ولا أقسم بالله أنهيك، يعني أدخلك مقبرة أسعد الشرعي مع تظهر عمرك، ولا عاد أحد يلقاك نهائيا. الفرية الأخيرة، نحن لا نتعامل مع فصائل، نحن نتعامل مع دول. أولا لماذا تتدخل في الشأن المغربي يا أخي؟ أنت قضيتك الرئيسية الأولى الذي تبون يصحى وينوم، والذي دوائركم العسكرية تشتغل عليها، والذي تسليحكم وسياستكم ودبلوماسيتكم هي التدخل في الشأن المغربي. معاهم شوية انفصاليين اسمهم بوليزاريو، شوية لفلف هم معمر القذافي مقعشين محجوب السالك، وهذول الولي السيد عمل منهم فصيل حقير تافه اسمه البوليزاريو، عندهم مشاكل في الجنوب. أنت لماذا تتدخل؟ لا تقول لي قضايا عادلة، أقسم بالله لا أطرك طرة، لا ما أنزل لك طقم الأسنان. لا تقول لي قضايا عادلة، لا تقول لي قضية الصحراء، قضية الجمهورية الصحراوي قضية عادلة. لا تقول لي هكذا، اللي بعورك، شوف بعورك بنهيك. لماذا تتدخل؟ نحن في العراق إيران تقتل وتسحل وكل شيء، يا جزائريين والله إحنا ما ندخلش في قضايا الدول. لماذا تتدخل في الشأن المغربي؟